ايه رأيكم بقى في طبق الكبدة القمر ده؟ طبق كده على السريع. جاية من الشغل على طول طلعت الكبدة ونعمل طبق في السريع، جنب بطاطس محمرة جنب مكرونة، حاجة كده ما شاء الله. توابل فيه بسيطة جدا عشان نقدر نحس بطعم حتة الكبدة. السلام عليكم محترمين اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب لمنوعات لولو ورندا، اتمنى تحطوا اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه، واتمنى تشاركوا الفيديو بين اصدقائكم عشان تعم الفايدة للجميع. واتكلمنا كتير ويلا بينا على الفيديو السهل البسيط. حطينا حبايب قلبي طاسة على النار، هنزل فيها كده بمعلقتين سمنة كده بلدي، دي سمنة بقري او زبدة بقري. حطيت معلقتين كده، تقدري تحطي اي مادة دهنية انت عايزاها او موجودة عندك او متوفرة عندك. اول ما السمنة كده او الزبدة تسخن معايا هبدأ انزل الكبدة. انا هنا الكبدة بتاعتي دي كبدة بلدي ما بغسلهاش. في بقى منكم بيغسلها، انا ما اعرفش، بس انا ما بغسلهاش، بجيبها طازه كده، حتى ما بحطهاش في التلاجة، بروح جايباها على طول وعاملاها في نفس اليوم. وحتى لو حطيتها في التلاجة برضو ما فيش اي مشكله، بتبقى حلوه جدا، هي صبحه. فبتتعمل بتبقى حلوه. بحطها كده بقى في الطاسه اول ما الزبده تسخن بتاعتي، وابدا اشوحها في السمنه او في الزبده. اول ما احس بقى ان هي بتاخد لون، انا ما بحبش ان انا اسوي الكبده قوي، بخليها كده نص تسوية، بتبقى طعمها حلو جدا، وكمان عشان ما تنشفش معايا فما تسويهاش قوي. فبقلبها كده في حتة السمنة في الطاسة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بقى بايه، هنزل بمعلقة توم كده حلوة اهو، معلقة كده في نص الطاسة، معلقة كبيرة كده محترمة. وبعد كده هبدأ بقى اقلبها ونشم بقى الريحة، تحفة. طبعا التوم ما بيدخل في اي اكل، بصوا بتشموا بقى الروايح، مش قادرة اقول لكم ما شاء الله. ابدا اقلبها كده كام تقليبه كده في التوم، الريحه بقى بتاعتنا تطلع كده، ونبدا بقى نحط التوابل. التوابل بقى بتاعتنا بسيطه خالص، مش هحط حاجات كتير، وعشان انا عايزه احس بحته طعم الكبده كده. احط ايه بقى، احط شويه ملح، وهحط كمان شويه فلفل اسود، لا اكتر ولا اقل، ولا كزبره ولا ليمون ولا خل ولا اي حاجه خالص هحطها، غير شويه ملح وشويه فلفل اسود وحته سمنه بلدي حلوه كده، وهشوحها فيها، واحط بس شويه فلفل الوان. وكمان مش هسويها تسويه جامده، تيجي بقى تاكلي حته الكبده تحس بطعمها، التوابل مش مغطيه على طعمها. ببدا بقى بشوحها كده تشويحه، وبعد كده يعني تشويحتين كده، واقلبها كام تقلبتين كده. وبعد كده هبدا بقى ايه، اضيف الفلفل الالوان بتاعنا. مش عايزه برضو تضيفي فلفل الوان، برضو براحتك، كده بتبقى حلوه قوي 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 وتعمق، بس انا حبيت اديها قيمه غذائيه اكتر من الخضار. فهنا قطعت فلفلايه كده حمراء، وفي واحده صفراء، وقرن واحد بس حار، قرن واحد وممكن تستغني عنه. بس احنا بنحب السبايسي شويه. هبدا بقى احط الفلفل هنا وهقلبه. انا عايزه الفلفل هنا مصحصح معايا، مش عايزاه يدبل ويستوي قوي وما يبقاش باين، لا، انا عايزاه يبقى لسه كده كاني يعني شرب من الكبده والكبده شربت منه، بس لسه موجود معايا، لسه صاحي كده. فما بخلوش يدبل للاخر، يا دوبك كام تقليبه كده يعني بالظبط كده دقيقتين. وبعد كده بطفي عليها خالص، ويبقى كده الكبده بتاعتنا خلصت. بصوا هنا كده خلاص، انا خلاص اهي، يا دوبك تشويحتين معايا وكده خلاص بالشكل ده. هطفي بقى عليها، ويلا بقى ايه، نغرفها مع بعض. تعملي بقى جنبها طبق بطاطس، تعملي جنبها بقى طبق مكرونه، يعني بصي اي حاجه، غمزيها بعيش حلوه جدا، سندوتشات في الفينو، يعني اي حاجه بتبقى حلوه. سندوتشات للولاد جميله جدا وسريعه ما شاء الله، في 5 دقايق عملنا طاسه كبده حلوه ومغذيه ومفيده، وفيها فيها خضار، يعني جميله. ما تسويش الكبده قوي عشان ما تنشفش منك. وكده ده الطبق بتاعنا، طبق بسيط بسيط وسهل. ادخلي المطبخ تعمليه في 5 دقايق، وانت بتغسلي المواعين كده هتلاقي نفسك عملتيه. وهنا كانت الكبده بتاعتنا خلصت بالشكل ده. انا عملت معاها طبق مكرونه وطبق بطاطس كده محمره، واليوم ايدي. يا رب يكون فيديو عجبكم وبسيط وبسيط وسهل ليكم وليا طبعا. وما تنسوش بقى حبايب قلبي اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم اشعار بيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.